بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، النهاردة موضوعنا هو تفسير حلم عملية جراحية في الرحم. عندما ترى المرأة في منامها أنها تجري عملية جراحية في الرحم، إذا رأت المتزوجة أنها تجري عملية جراحية في الرحم، فهذه الرؤيا بشرى على اقتراب حملها بأمر الله تعالى. بشارة عندما ترى أنها بتعمل عملية جراحية في الرحم، بشارة بإيه؟ بأنها يعني اقترب حملها في الأيام القادمة بأمر الله تعالى، وستنال هذا الحمل قريبا. وهذه الرؤيا عندما تراها المرأة الحامل، لو رأت هذه الرؤيا امرأة حامل، فالرؤيا هنا تدل على اقتراب الولادة، بشارة إن الولادة بتاعتها اقتربت، وهذه الولادة ستكون سهلة وميسرة بأمر الله تعالى. ورؤية عملية جراحية في البطن بيدل على تحقيق أحلامها، تدل على تحقيق أحلام الرائية. ورؤية إجراء عملية جراحية في المعدة أو في القولون بتدل على تمتع الرائية بالصحة الجيدة بأمر الله تعالى. وإذا كانت صاحبة المنام مريضة بالفعل، في الواقع هي مريضة ورأت هذه الرؤيا أنها تجري عملية جراحية في بطنها، فهذه بشرى طيبة على شفائها العاجل بأمر الله تعالى، وأنها سوف تتخلص من هذا المرض وستقدم على أيام تحمل لها الصحة والسعادة بأمر الله تعالى. والمرأة التي ترى رؤية الرحم في المنام وهي تجري به عملية جراحية، إن كانت متزوجة بشارة بحملها، إن كانت في سن الحمل بأمر الله تعالى، إن كانت حامل بشارة باقتراب ولادتها، وأن هذه الولادة ستكون سهلة وميسرة بأمر الله تعالى. أما الفتاة العزباء عندما ترى هذه الرؤيا فهي بشرى طيبة بأن زواجها قد اقترب، وأن هذا الزواج سيكون في الأيام القريبة القادمة بأمر الله تعالى، وأن هذا الزواج سيكون زواج ناجح مكلل بالذرية والرفاء والبنين بأمر الله تعالى. فهي رؤية طيبة سواء كانت للمرأة المتزوجة أو الحامل أو الفتاة العزباء، وكذلك تشمل الرؤيا المطلقة إن كانت في سن الزواج ورأت هذه الرؤيا فهي بشارة بزواجها، وكذلك أيضا الأرملة إن كانت في سن الزواج. أما إن كانت هذه الأرملة ليست في سن الزواج ورأت هذه الرؤيا فهي بشارة بالتخلص من الهموم والعراقيل التي تعيق حياتها بأمر الله تعالى. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.